هم الأربعة اللي في القصص. أصحاب الكهف تمثل فتنة في الدين، صاحب الجنتين تمثل فتنة المال، سيدنا موسى والخضر فتنة العلم، سيدنا ذي القرنين فتنة السلطة. كل واحدة من دول هي دي أكبر فتن بيتعرض ليها هي فعلا أكبر فتن إحنا ممكن نتعرض ليها. أي حاجة تحصل ممكن توديها لأي نوع من الأربعة. يبقى أنا عندي 4 أقسام: الدين، المال، العلم، السلطة. فكأني لما باجي أقرأ سورة الكهف كل جمعة بعمل عملية شحن إيماني للعصمة من هذه الفتن الأربعة، فما أقعش فيها. الله يبارك في عمرك. فكأني بدخل كلية الكهف كل جمعة ولاقي الأقسام الأربعة: قسم فتنة الدين، قسم فتنة المال، قسم فتنة العلم، قسم فتنة السلطة. فاشحن ال4 أقسام الله يبارك اللي موجودين داخل البني آدم. مظبوط. وتخرجي تعيشي أسبوعك كاملا